مساء الفل عليكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هقول لكم احنا منين ممكن نجيب خرز بسعر كويس، وحاجات اللي هنحتاجها عشان نعمل اكسسوارات بسعر حلو جدا جملة في اسكندرية. تعالوا معانا كده نبدأ ونشوف هنروح فين. قبل ما نبدأ يا ريت تعملوا اشتراك في القناة ولايك، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. طبعا احنا كاسكندرانية كلنا عارفين فين شارع فرنسا. احنا هننزل شارع فرنسا، هنلاقي فيه واحد بتاع مجوهرات اسمه بريقة. الشارع اللي في وش منه على طول هنخش منه، هتلاقوه ممر كده، هتلاقوا فيه محلات ذهب زي ما انتوا شايفين، وبعدين هتلاقوا فيه محلات الاكسسوار. دول بقى عندهم كل حاجة، عندهم خيوط، عندهم خرز، كل اللي انت هتحتاجيه للتقفيل لأي حاجة لصناعة الاكسسوار هتلاقيه عندهم. هتلاقي محلات كتير جدا جنب بعض، وتقريبا هم كلهم يعني سعرهم واحد، يعني مفيش فرق كبير. انت اتفرجي الأول وخدي فكرة، وبعدين حددي هتشتري منين. بصوا هتلاقوا الرابر ده سعره تقريبا 10 جنيه، وهتلاقوا في محلات عاملة الكياس الصغيرة دي. فانت لو مبتدئة ما تجيبيش حاجات غالية، الكيس ده ب5 جنيه. شوفي انت هتحتاجي تعملي ايه في الاول، واعرفي الموديلات قبل ما تنزلي اللي انت محتاجة تعمليها، وانزلي هاتي بقى اكياس خرز تفسيرة ب5 جنيه. هتلاقي ده المعدن، الدلايات والحاجات دي بتتباع بالجرام، الجرام ب8 جنيه. في محلات بتقولك لازم تاخدي من كل شكل 10 جرام، سوري، ب8 جنيه. في محلات هتقولك لازم تاخدي 10 جرام من كل شكل، وفي محل هيقولك لا، يديكي علبة نقي كل اللي انت عايزاه ويوزنهولك. يعني ممكن تاخدي من شكل قطعة، وشكل تاني قطعتين، شكل تاني حسب اللي انت عايزاه، وهيوزنهم لك بقى. طلعوا 20 جرام يبقى 16 جنيه، 10 جرام ب8 جنيه. هتلاقوا بقى اشكال وحاجات حلوة قوي. بس حاولي قبل ما تنزلي تبقي محددة ايه الموديلات اللي في دماغك، عشان لو رحتي هناك وانت مش محددة هتتوهي. وهتلاقوا بقى كل انواع الخرز. تلاقي في خرز بيبتدي الفرع ب10 جنيه، فيه ب15. هتلاقوا السلاسل دي اللي هي مطلية، اللي احنا الرفيعة اللي احنا ممكن نجيبها للتطويل، المتر ب4 جنيه. وهتلاقوا في حاجات بقى المتر ب10 و15 اللي ممكن تعمليها سلاسل. ده هنا الخرز، الكريستالات، الربر، كل حاجة هتلاقوها قدامكم. فانت مش محتاجة غير انك قبل ما تنزلي بس تحددي انت هتعملي ايه، هتعملي برابر، هتعملي بخرز، الموديلات ايه، عشان وده الكسر ب20 وب25. فحددي انت هتعملي ايه عشان لما تروحي هناك ما تتوهيش. دي الحاجات بتاعت البيست فريند، اللي هي البريسلت اللي بتتعمل نصها بيست وفريند، قلبين بتبقى نصين بيتجمعوا على بعض. حددي انت هتعملي ايه، واكتبي في ورقة، وخدي الورقة معاكي عشان ما تتوهيش. هتشتري بقى الاقفال وحاجات التقفيل وسلاسل التطويل، يعني اكتبي عشان ما تنسيش، عشان لو جيتي في الاخر نسيتي حاجة واحدة هتلاقي ان الاكسسوار هتيجي تقفليها الحتة اللي في ايدك واقفة على حاجة بسيطة. وان شاء الله يعجبكم. ده طبعا الاسعار في اسكندرية وفي شارع فرنسا. طبعا القاهرة انا اسمع انها حارة الميزان، طبعا القاهريين هم بقى يعرفوا يعملوا فيديوهات عن الموضوع ده. ويا رب النجاح لكلنا كلنا.